ايه يا حمو؟ بص على التلاجة كده. ايه ده؟ هو محمود بيحط ايه في التلاجة؟ شكلها كده جوز. هو محمود طلع سفاح الجيزة ولا ايه؟ انا كنت شاكك فيه من الاول، تصرفاته كده غريبة بقالها كام يوم، بس ما كنتش متوقع ان هو يبقى السفاح. طب هو دلوقتي قتل مين؟ يكونش ابوك؟ وارد برضه، لان كل لما بيطلب فلوس من ابوك ما بيرضاش يديه. وارد، بس مش للدرجة دي. هو اصلا ما بيرضاش يدينا فلوس كلنا. مش عارف بقى. ايه يا ابن انت اهو؟ في حاجة؟ ده قتل ابوك وجاي يقتلنا. لا يا محمود، ما فيش حاجة. طيب ده بيضحك ضحكة السفاح، يعني هيقتلنا. بقول لك يا محمود، هو ابوك فين؟ ابوك مش قلت لك قتله؟ جوه اهو. طب سؤال تاني معلش. اخلص. هو ايه اللي كنت بتحطه في التلاجة ده؟ دي شكارة طماطم كنت بحطها في التلاجة، بس التلاجة ما خدتش. اروح انا بقى اكمل شغلي. احنا شكلنا ظلمنا محمود يا محمد. ظلمنا ايه؟ ما ممكن يكون قتل حد تاني، ما هو السفاح بيقتل ناس كتير. صح، بس برضه يا حمو اخوك محمود طيب ومحترم وما بيسيبش فرد. ما هو ده عنيل، ما هو دي مواصفات السفاح الحقيقي. تصدق. طب احنا دلوقتي هنتأكد ازاي اللي هو السفاح الحقيقي ولا لأ؟ بص، احنا هنروح له ونرن عليه، ولو طلع حاطط رنة السفاح ويا رب ما يكون حاططها يبقى هو السفاح الحقيقي. فكرة حلو، يلا بينا. العدل فوق الجميع. ده بيطبخ لحمة كمان. أحمد فهمي كان بيعمل كده بعد ما يقتل أي حد. صح، بس يمكن تكون دي صدفة. خلينا بس نرن عليه، ولو طلع حاطط الرنة يبقى هو السفاح الحقيقي. طب يلا رين. ماشي. انت بترن علينا؟ انت يا عم الغبي حاطط الرنة دي ليه؟ هي ناقصة رعب. معلش الأغنية عجباني بس فحطيتها رن. ماشي، استنى ما ارن عليه. فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني. ايه يا راجل يا طيب؟ بترن عليا ليه وانت في الاوضه التانية؟ يا راجل يا طيب، احمد فهمي كان بيقولها لكل الناس في المسلسل، اكيد دي مش صدفة. ايه يا احمد؟ انتوا عاوزين حاجه؟ لا مش عايزين حاجة، مش عايزين. هي العيال دي مالها؟ وانت امتى بقى يا ماما هتيجي؟ انا واقف جنب لحمه بقالي نص ساعه وانت قلت 5 دقايق وجايه. احنا دلوقتي اتأكدنا ان محمود هو السفاح. اتأكدنا 100% ان هو السفاح، وشكله كده هيقتلنا كلنا واحد ورا التاني. هيقتلنا؟ طب انت عرفت ازاي؟ هو انت ما خدتش بالك لما رد عليا قال لي يا راجل يا طيب؟ صح. يلا يا احمد انت ومحمد عشان تاكلوا. ده جاي عشان يقتلنا، هيقتلنا. ناكل ايه؟ امكم عامله شويه لحمه هتاكلوا صوابعكم وراها. امي، هو مش انت اللي عامل اكل يا محمود؟ لا يا ابن امك هي اللي عاملاه، هو انا بعرف اطبخ اصلا؟ طب ايه الرنه اللي انت حاططها دي؟ رنه؟ انت تقصد الدعاء؟ لا يا سيدي، امك بس كانت معاها التليفون وهي اللي حطته. طب انجزوا يلا عشان الاكل اتحط. احنا شكلنا كده ظلمنا محمود يا محمد. فعلا شكلنا ظلمناه. يلا بينا نقوم ناكل. بابا. يا محمود عايز حاجة؟ كنت عاوز 500 جنيه عشان خارج. ايه 500 جنيه؟ امشي يالا مفيش فلوس. مفيش فلوس؟ صاح